واحد بقى بعت لي بيقول لي بص بقى انت بتضحكوا عليا بتوع الاثار وايامكم طين ما يعلم بقى الا ربنا. اللي هنا ديت علامه بتاعت ايه؟ ديت المدوره ديت. اه ديت الخرطوش اللي بينكتب فيها اسم الملك. طب ايه رايك بقى اللي انتوا بتالفوا علينا بقالكوا كتير قوي؟ ازاي يعني؟ لقيته بيقول لي بقى شفت صلايه نعرمر اللي انت بتقول عليها؟ اه اللي هي معموله ديت بيقول عليها واحد القطرين. ايه رايك بقى اللي مش مكتوب عليها اسم ملك خالص؟ ما فيهاش البتاعه دي اللي هي الخرطوش اللي مكتوب فيه اسم الملك. انت فاهم القصه؟ احنا بنزور في التاريخ، متخيل ما فيهاش خرطوش وفيها اسم ملك؟ ازاي الفراعنه كانوا بيكتبوا اسم الملك في خرطوش وصلية نعرمر او صلية مينا اللي هم واحد القطرين ما فيهاش البتاعه دي؟ طبعا حضراتكم مستنيين الإجابة بتاعتنا علشان خاطر السؤال اللي احنا سألناه ده. ايه رأيك في شوية الشيش دولت جامدين صح؟ اصبروا بقى على الإجابة. مستنيين الإجابة تعرفوا ازاي الصلاية بتاعت نعرمل أو بتاعت مينا معلهاش الخرطوش ده وبنفس الاسم ده. شوية شغل من بتوعي برضه عشان خاطر أفكركم، أو مش هجاوبكم برضه على السؤال اللي في الحلقة الجاية. متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة إذا تكرمت. ولو عجبك الشيش ماشي قول لي زي الفل. لو عجبك حوار السؤال ده يبقى قول لي برضه، أنا مستني إجاباتكم. ده إجابته أي حد هيقوله لكم في سنة أولى آثار. تمام. السلام عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الاجابات في الكومنتات اذا عرفت تجاوبوا. السلام عليكم.